للأسف ده اللي بقى يحصل مع كتير جدا من الناس اللي بتحاول تعمل تسويق للبيزنس بتاعها اونلاين. بقى التركيز كله حاليا ان انا عايزة اكتب سكريبت معين عشان اجذب عميلي ان هو يجي ويعمل لي تفاعل، او ان انا عايزه احط هوك. وبقى التركيز بكثره على المجهود في ان انا اكتب الهوك ازاي، اعمل السكريبت ازاي، ونسينا الحاجه الحقيقيه. نسينا ان انا اصلا بعمل ايه، بقدم قيمه للعميل بتاعي، انا بقدم محتوى يفيده فعلا ويحل مشاكله. انا بقدم منتج او خدمه مفروض ان هي بتحل مشاكل عميلي المحتمل او بتساعده ان هو يوصل لهدف معين. ليه ده حصل؟ لانه بقى فيه تشتت كتير جدا ونصايح كتيره جدا بتبعدنا عن الحاجه الحقيقيه اللي احنا بنعملها. كصاحبه بيزنس انت عندك منتج او خدمه بتقدميهم، في الاخر هم حل لمشكله او تحدي عند عميلك المستهدف. كل اللي انت محتاجاه ان انت تقدري توصلي لعميلك ده. مفيش اي مشكله ان انت تحضري الهوك المناسب او السكريبت المناسب اللي انت محتاجه ان انت تكتبيه وتبقي بتشتغلي على حاجه، بس تكون حاجه اوثنتك، حاجه حقيقيه توصل لعميلك بشكل صح، تلمس احتياجاته ومشاعره. وده بالظبط اللي انا كنت بحاول اعمله من خلال الماركتنج استراتيجي بندل. لما عملت اول كورس الكونتنت والكوبي رايتنج، كان الهدف ان انت تعرفي الاول تفهمي نفسك، هو انت مين، هو انت بتقدمي ايه، هو انت ايه الحل اصلا اللي عندك. وبعد كده تقدري ان انت تحددي عميلك المستهدف اللي عنده مشكله، تقدري ان انت تحلي له فعلا المشكله دي، او نفسه يوصل لهدف، والهدف ده هيقدر يوصل له بالخدمه او المنتج اللي انت بتقدميهم. ومن هنا كل حاجه بتبقى اسهل. احنا بنصعب الموضوع على نفسنا جدا. كل اللي انت محتاجاه بعد كده ان انت تعرفي ازاي تخاطبي العميل بالطريقه اللي هو بيفهمها، ازاي تخاطبي المشاعر بتاعته. وقتها هتكون رسالتك التسويقيه سهل ان هي تتصاغ، وتقدري ان انت توصلي لعميلك المحتمل، وتقدري ان انت تاخدي منه الحاجه اللي انت عايزاها اللي هي المبيعات. بس ده مش هيحصل غير لما تكوني انت عندك صدق ونيه ان انت فعلا تفيدي العميل بتاعك، ان انت يكون ليكي اثر، ان انت يكون ليكي دور ان انت تساعدي عميلك ان هو يحل مشكله او يحقق هدف عنده. فارجعي لاصل الحاجه اللي انت عايزه تعمليها. افتكري دايما ان انت محتاجه ان انت تقدمي قيمه لعميلك المحتمل. افتكري دايما ان الخدمه او المنتج مش مجرد خدمه او منتج انت حابه تقدميهم عشان تعملي مبيعات، ولكن هم حل حقيقي هيفرق كتير جدا في حياه عميلك المحتمل وهيساعده في حياته. اول ما تفتكري ده هتقدري ان انت تشتغلي بشكل افضل. ولو عايز تاخدي الماركتنج استراتيجي بندل، فانا عملتها عشان اساعدك توصلي لده، تعرفي ازاي تخاطبي عميلك صح، وتعرفي ازاي تلمسي احتياجاته وتفهميها، تعرفي كل المشاعر والمراحل اللي هو بيمر بيها، وازاي تكتبي محتوى حقيقي يوصل له. في الاخر هتاخدي النتيجه اللي انت عايزاها، بس هتاخديها وانت بتدي العميل بتاعك قيمه كبيره جدا. لو عايزه تعرفي اكتر عن الماركتنج استراتيجي بندل، تقدري ان انت تبعتي مسج او تسيبي بياناتك وهنتواصل معاكي.